دي الكروز بعد لما رشينا الربع الوراني والربع القداماني. عربيه اهي، طبعا الصيانه اتعملت، الوش ده اتغير، لسه ناقص حاجات فيها بس انا حبيت بالنهار كده. العربيه لسه مغسوله ما شاء الله، قوه الا بالله. العربيه اتغيرت، دي اللنده دي قطعه، حاجات اهي بصوا بنكتشفها. اهي العربيه من بره اهي، ما رشيناش الاربع بيبان وما رشيناش السقف لان هي مش رشه السقف. دي العربيه من بره، طبعا الانتظار شغال، قدام في لمبه قطعه في الفانوس اليمين قدام. دي العربيه من بره زي ما احنا قلنا، خطواتها كانت طقم القداماني، غيرنا الشبكه، الاكسدام اللي قدام ده صالونها. بص السقف بتاعها اللي هو الامريكي المفروض اللي بيتعمل لونه اسود، هم عاملينه الفبر بتاعها بص عمل ازاي. طبعا الكراسي حاجات بضاعه لسه في مسطره ورا هتركب، ده كوبلين اللي هناك دوت. فبقول لكم خطوه بخطوه عشان تبقوا عارفين العربيه اتعمل فيها ايه، واللي معاه حاجه ممكن يروق عليها ويظبطها. الشبكه اللي قدام دي، الشبكتين دول بالاكسدام بجزء الفوانيس ماسك القداماني يعني من غير الصدر جوه، ده اللي اتغير. ولسه برضه في نمرتين استيراد هيتحطوا وفي كام تاتشايه كده، العربيه هتختلف. دي العربيه الكروز، ما ننساش اللي وصل لحد دلوقتي ما داس لايك يدوس، ومحتاجين دعم عشان القناه تكبر بيكم وليكم ان شاء الله. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ولايك وشير وخليكم متابعين معانا. العدادات دي لسه ما اتنضفتش، هتلاقوها مطربه اهي، بص عامله ازاي اهي. فدي هتختلف طبعا، خليكم متابعين معانا لحد ما نشطبها خالص ان شاء الله. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولايك وشير، خليكم معانا.